بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، معكم حنان من قناة كل شيء سهل مع أم سلمان. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدم لكم معلكة ديال الكاوكاو كتجي خطيرة بزاف، كتذوب في الفم بدون دقيق، بدون زبدة ولا زيت، بدون كوك. كتجي شي حاجة اللي زوينة سهلة وفي المتناول، وغادي تعشقوها من أول مرة غادي تجربوها، مع جميع النصائح إن شاء الله كيفاش تجيكم مشقة وكيف ما تنقولوا مفقعة وزوينة. غير تابعوا معايا الفيديو للأخير، وما تنساوش لي لايك ديالكم ومشاركة الفيديو مع الأحباب إلى شفتوا الفيديو فيه الفائدة وعجبكم. يلا بلا ما نطول عليكم ونمروا دابا للمكونات والطريقة مع بعض. على بركة الله، المكون الرئيسي في هذه الوصفة وهو الكاوكاو اللي هو الفول السوداني. كناخذوه وكنحمروه في الفران غير تحميره غير ذهبية فقط، وكناخذوه كنقشروا منه غير البعض وكنخليو البعض بالقشر ديالو، كيعطي نسمة زوينة في هذه الغريبة هذه. هنا من بعد غادي ناخذوه وغادي نطحنوا هذا الكاوكاو ديالنا حتى تيصبح على هذا الشكل هذا، تيكون بودر بحال هكذا. غادي ناخذ ونوضعو في واحد القصريه اولا القصعه، شوفوا نتوما اناء، المهم يكون اناء كبير، وكنحاولوا هذاك الشيء اللي تيكون متكتل ومجموع تنحاول انني نفرقو باليدين ديالي. من بعد غادي نضيف ليه واحد الكاس ناقص واحد شويه، يعني الا لاحظتوا الكاس ما عامرش بزاف، يعني تقولوا داك الطريف ديال الاصبع ديالنا ناقص. وغادي نضيف واحد شويه ديال الملح، ملعقه كبيره ديال الكاكاو المور، ممكن اضافه كيس ديال الكاكاو، وغادي نضيف واحد الكيس ديال الخميره الحلويات بوزن 8 غرام. هنا من الافضل صراحه انا دائما موالفه نغربلهم، ولكن هذه المره سهوا ما غربلتش الكاكاو والخميره، فلذلك كتشوفوني تنقلب على دوك الحبيبات ديالهم وكنحاول انني نفتتهم. نتوما من الافضل غربلوهم عاد ضيفوهم على الكاوكاو. وصافي هنا غادي نمزجو مزيان هاد المكونات الجافه، هي الاولى عاد نضيفوا ليها ما تبقى. اول حاجه غادي نضيفوا ليها وهي واحد الملعقه ديال مربى ديال المشماش. الا بغيتوا تعوضوها بالجليكوز الا كان عندكم فلكم الاختيار، ولكن حتى هذا المربى تيلعب نفس الضوء ديال الجليكوز. باش غادي نجمعوا هذه الغريبه ديالنا غادي نجمعوها بالبيض. هنا اول حاجه غادي ناخذ جوج بيضات هما اللي غادي نوضعهم على الخليط ديالي، وغادي نبداو نلموا فيه شويه بشويه بحال هكذا. يعني بالنسبه للبيض فاحنا تنشوفوه يعني عيننا ميزاننا. انا صراحه تتهز ليا ما بين جوج بيضات حتى لثلاثه، يعني كتبقى عيننا ميزاننا. شوفوا نتوما على حسب البيض اللي غادي تستعملوه. هنا كنبقاو نخلطوا مزيان وكنمعكوا دوك المكونات في البيض، وكنحاولوا ان داك الكاوكاو نخرجوا ليه الزيوت ديالو غير بداك المعيك ديالنا. الا شفنا انه باقي كيتفتت كناخذوا واحد البيضه وكنعاود عاوتاني نطربها مزيان، وما غاديش نضيفها كلها، غادي نبدا نضيف منها غير شويه بشويه حتى نحصل على القوام اللي غادي تشوفوا معايا، القوام اللي هو مطلوب ديال الغريبه. خاصها تجي معلكه باش تعطينا ديك التعليكه في الاخير. الا لاحظتوا تنبقاو ندعكوها مزيان مزيان، والا شفنا اننا حصلنا على القوام اللي بغينا فصافي تنتوقفوا من اضافه البيض. يعني هنايا اخواتي فانتبهوا لهذه القضيه، في المجموع عندنا ما بين جوج بيضات حتى لثلاثه، تيبقى على حسب الحجم ديال البيض. الا كان حجم البيض صغير فممكن ندخلوا فيها حتى ثلاثه ديال البيضات صغار، والا كان الحجم كبير فغادي تضيفوا غير جوج بيضات. يعني شوفوا نتوما القوام اللي بغينا نحصلوا عليه هو هذا اللي كتشوفوا امامكم. الا لاحظتوا بهذا الشكل هذا، الا خديت واحد الجزء باليد اللي تكون ناشفه فراه ما كيلصقش وكيكون معلك. ثم هنايا غادي ناخذ سكر كلاصي. من الافضل خذوا نوعيه جيده. كاين واحد النوعيه كتباع في بيم، وكاين واحد النوعيه وحده اخرى سميتها الرميساء، حتى هما زوينين بزاف، يعني هذوك هما اللي معتمدين عندي وكنخدم بهم جميع انواع الغريبات. هنا كناخذ واحد زليفه كنوضع فيها شويه ديال ماء الزهر، كندهن به راحه اليد ديالي بهذا الشكل هذا، وكندير يعني كنشكلوا كويرات بالحجم اللي بغينا، بغيتوهم كبارين اولا صغار، وكنوضعهم في السكر كلاصي. هذيك النسمه ديال ماء الزهر كتضيف يعني مذاق زوين للغريبه، غير ديروها ماشي تستغناو عليها. هنا طريقه العمل كنشكلوا الكويرات، يعني واحد مثلا 13 ولا 14 على حسب الاناء اللي حنا واضعين فيه، وكندير هاد الحركه هذه دائريه حتى تيتلبسوا ليا دوك الكويرات كاملين. ومن بعد كنبقى نمشي كل الكويره كنبقى نديها ونجيبها مزيان في داك السكر كلاصي حتى تهز ليا واحد الكميه معتبره، وكنوضعها في صينيه الفرن. الا استعملتوا هذا السكر كلاصي بجوده مزيانه
فراه غادي يلصق لكم مباشره وما غيعذبكمش. ولكن الا كان واحد يعني نوعيه اللي كتكون غير بالعبار، كتكون شويه محبه وكيكون حتى اللون ديالها ماشي بحال هكا ابيض ناصع، فما غاديش يلصق لكم على الغريبه ديالكم. وحتى الا دخلتوها الطيب فتيبدا يذوب لكم اثناء الطهي. من الافضل خذوا نوعيه جيده، راهم صراحه تينفعونا وتيجيو تيعطيوك يعني كيكملوا لك الجماليه ديال الحلوه ديالك. صافي كنبقى مكمله بنفس الطريقه حتى تنكملوا الكويرات كاملين اللي عندنا. هنايا غادي نمروا ايضا بالنسبه لطريقه الطهي، كتبقى مساله مهمه بزاف بزاف بالنسبه للغريبه. كندخلوا الغريبه الفرن اللي تيكون ساخن جدا، يعني غنسخنوه مسبقا سواء الغازي او الكهربائي. وملي كنسخنوا على اعلى درجه، وملي كندخلوا الغريبه ديالنا كننزلوه على 180 او درجه حراره متوسطه، وكنديروا الحراره فقط في الوجه ديالها حتى تنشوفوها تفقعات وتشققات لينا مزيان مزيان. عاد كنطفيو عليها الفوق ونشعلو غير الاسفل. ومده الطهي ما تتجاوزش لينا 10 دقائق حتى ل 12 الماكسيموم. يعني ما تخليوهاش طيب بزاف. الا درتو مثلا 5 دقائق او 3 دقائق، يعني شوفوا نتوما الجهد اللي غادي تفقع عليكم، ممكن 3 ولا 4 ديال الدقائق تفقع عليكم في الفوق، عاوتاني هبطوها لتحت، غادي طيب غير واحد شويه، يعني غير تشد راسها غادي تخرجوها مباشره. وما تحاديوش فيها وما تقيسوهاش نهائيا، تخليوها حتى تبرد مزيان مزيان. الا تبعتوا هاد النصائح هادي غادي تحصلوا على واحد الغريبه اللي كتكون معلكه وكتجي غزاله من الداخل ديالها، وكتجي رطبه وغزاله وزوينه. هنا غادي نوريكم واحد الوحيده كيفاش كتجي، راها كتجي غزاله، وديك النسمه ديال الكاكاو كتواتى بزاف مع الكاوكاو، كتجي واحد الغريبه اللي زوينه تحفه. شوفوا كيفاش كتجي معلكه من الداخل، والمذاق ديالها يا سلام. انا متاكده اي اخت تكون ولو ما عمرها ما جربت الغريبه، غير فقط جربي هاد الغريبه هادي وردي عليا الخبار. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ، كناخذ واحد العلبه يعني محكمه الغلق، وكنوضع فيها الغريبه ديالي بحال هكذا، ونوضعها في مكان اللي ما يكونش فيه الرطوبه. ما نوضعهاش نهائيا لا في الثلاجه ولا في المجمد، لانها ملي كتدخل المجمد كيبدا داك السكر كلاصي تيذوب، وكتفقد لينا ديك الجماليه ديالها، وما تبقاش بحال هكا بالمنظر ديالها الزوين. فقط غير في مكان مثلا شي بلاكار عندكم ما فيهش الرطوبه، حطوها تما في مكان اللي تيكون مظلل. وشوفوا كونوا متاكدين اذا جربتوا هذه الكميه دي ما غاديش تبقى لكم مده طويله. يلا خليتكم على خير، ونتمنى ان شاء الله هذه الوصفه هذه تكون نالت اعجابكم. واذا كان كذلك خليوا لي لايكاتكم وخليوا لي تعاليقكم، واي سؤال او استفسار عندكم خليوا لي ان شاء الله في التعليقات. وفي الختام لكم مني كل الحب والوئام، والصلاه والسلام على خير الانام، فصلوا عليه وسلموا.